سامعين من يقولون أهم مرحلة بالعمر هو السادس، لذلك سويت لكم هاي السلسلة اللي لازم انتو تضبطون بها كم شغلة. شو تضبطون بها؟ اليوم راح أحكي لكم عن شغلة كلش مهمة، اللي هي سألون عليها هواي طلاب، شلون استفاديتي من الآيباد بالسادس؟ فوائد الآيباد بالسادس يعني لا تعد ولا تحصى. شنو تهتمون بيه؟ أول شي اليوتيوب، لازم يعني حتى لو انت ماخذ خصوصي تحتاج اليوتيوب. انا اعرف صديقتي ماخذه خصوصي بس مرات مواضيع ما تفتهم بها على استاذهم، تجي تفتح يوتيوب بس تكتب اسم الموضوع يطلع لكم اساتذه تحاول تفتهم منهم. لابد منكم تحتاجون شيء، خصوصا مرات بالاحياء تريدون تشوفون انقسامات، تريدون تتعلمون رسومات، اكو طرق باليوتيوب كلش حلوه يعلموكم شلون ترسمون. تستفادوا انه تقرون عليه الوزاريات، يعني الوزاريات ماكو داعي تشتروها وتكلفون نفسكم. هو هنا مثلا هذا تطبيق زبيب، وعلى كل فصل اسئله وزاريه تبدون تحلوها، وهذا الحال يعني يفيدكم تشوفون حالكم صح لا. الكولونات اللي هو هذا شكله. هذا البرنامج فوائده لا تعد ولا تحصى، بملازمي يعني مثلا انتم هنا عندكم رياضيات، فيزياء، كيمياء، تدخلون على اي ماده تلقون بها محاضرات هاي الماده، او مثلا انتم تسوون دفتر لهاي الماده. مثلا هنا تقدرون تفتحون دفتر جديد وتختارون الغلاف مالته وتختارون اسمه، وتختارون حتى نوع الورق اللي بيه، يا نوع ورق تحبون، مخطط، مربع، نجيم، اي شيء، وتسموه. مثلا أنا هذا الدفتر مسوي تحت أشرح لكم بيه. هذا البرنامج يبقى وياكم طول العمر، وعليه خصم حاليا 50% إذا استخدمتوا كود هاند7، ما يحتاج بعد تجديد. هذا الكود بعد ما يحتاج تجديد بالاشتراك، عكس باقي البرامج اللي هي لازم كل شهر تشتركون بيها. تقدرون تفتحون بيه يوتيوب، تقدرون تسألون بيه شات جي بي تي، تقدرون تسجلون صوتكم أو صوت الأستاذ. بعدين بالجامعة تفيدكم هاي السالفة، لازم ترجعون تسمعون شرح الأستاذ لأن يقول بيه مهمات، تبدون انتو تقروها. شوف هاي يعني مرات وشوية ترجعون محاضرات، ملخصات، هاي المنظمات اليومية أنا دائما أستخدمها. هاي البلانرات يومية وسنوية تقدرون تسوون بيها. مثلا اليوم 22 أبريل يوم أربعاء، ايش تريدون تسوون هنا، شنو التودو ليست مالتكم المهمة. هذا كله مهم ومفيد لكم، يعني يرتب حياتكم هذا البرنامج، وكله بمكان واحد. اي حتى بيحاسبه بمنبه، تقدرون تخلون منبه توقيتي انه هاي المادة اريد اخلصها بكذا ساعة، تفتحون اكثر من ملف، يعني ملف خلال الوقت الواحد. يعني شوفوا هاي ملازمنا بالكلية اللي هسه تمشون من سطر سطرين، يعني انا من زمان استخدمها من ايام الكلية. هنا مثلا تجي يوم اريد الخص، وهنا ابى على الملزمه، او هنا ابى على الملزمه، وهنا اريد احفظ. تخيلوا هذا كله لازم نحفظه. صحين بالايباد السادس؟ نعم انصحكم كلش، سواء انت خصوصي او مو خصوصي انت يفيدك الايباد، بس ما يغنيكم عن الكتاب صراحه. يعني بالسادس كذا كلش ضد، انا يغنيكم عن الكتاب ويغنيكم عن الاوراق. بس اللي مثلا ما يريد اوراق هوايه، يريد يكتب مسوده، انت تقدر هنا تكتب. اللي ما يريد يشتري اقلام هواي، هنا تقدر انواع الاقلام وانواع الخطوط وانواع الالوان.